في نظرك شنو كاينين تكون راجل في 2021 وصلت تعليم في الصين جاوبات على واحد المقترح كيهضر على تلميع محرقين ذكورة وقالت باللي مدارس خصهم رقص وقتها على تطوير الصفارة الرجولية وقوة بدنية عند العلم. السياق ديال هذا المقترح هو ان بزاف ديال البرامج التفاسية خصوصا مسلسلات كورية كيبينوا فيهم دراري ورديين رجال كيديروا مكياج لابسوا كلشي ملون عندهم فورمة رقيقة. هادشي كيأثر بطريقة غير مباشرة على كيفاش محركين كيشوفوا الرجولة. في نفس الوقت في مجتمع مستقر في تكنولوجيا عالية أدوار اللي كتحتاج مجهود بدني قلات ومع الضغط ديال الخدمة وغياب آباء بزاف ديال الدراري الصغار مبقاش عندهم قدوة رجالية قدامهم. شي ناس كيقولوا بلي الشباب ديال اليوم ولا رطبين بزاف وناقصاهم شخصية قوية وقدرة على اتخاذ قرار، واخرين كيعطوا هاد الرأي كيقولوا بلي هذا غير صورة ممالطية ودراري اللي ضعيفين ولا ماشي صح بزاف ما خصناش يحقروهم. ولكن كاينين مدارس اللي بداو يطبقوا هاد الفكره فعليا. مثلا واحد المدرسه اعداديه في نانجينغ دات حصص خاصه دراري فيها تدريبات رياضيه تجارب ودورات ديال العمل الجامعي باش دوروا مهارات بدنيه التطبيقات ديالهم. واحد مدرسه اخرى في هانجو دات حصص ديال التسلق وجبال دراري وبنت. هدف اساسي هو يميو فيهم شجاع. جامعه تشينغوا دات حصه ديال الفنون القتاليه كاع طلبة جداد. وزارة التعليم كتأكد بلي القضية ماشي تكون راجل ولكن من خلال انشطة وتربية صحية سواء انت ذكاء ولا انت. هدف اخر هو يكون عندك جسم صحي وروحي ايجابية ومبادر. ايوا نتوما شنو بان لكم في هادشي؟